عند أجل ديمقراطية دموا راسكم عند أجل ديمقراطية. اليوم غيموت العدو، اليوم غيتفقسوا المخزن والبوليس اللي مكيحملوش الجزائر. عاش الملك والصحراء غربية. انتو تريفي فالانجيلي لا، ولكن الاصل ديال الاب ديالي جزائري من وهران. انا نحيي الفريق اتحاد العاصمه الجزائريه، وان شاء الله غادي نربحوا الجزائر 5 وبركان 1. تكون الغايه وزينه الغايات يا ربي يا ربي نربحوا يا ربي. حنايا خوا ما كايناش عداوه، كاين المغرب كاين الجزائر، خوا ما كايناش عداوه، ولكن نسلاويه، ولكن الاب ديالي جزائري وهراني وجدودي من جنفه، ولكن نسجع اتحاد العاصمه، جريه في دمي اتحاد العاصمه. خوا ما كاينش عداوه، ونتمناو نربحوا ان شاء الله 5. انا بالنسبه لي باش كانت تكون ناجحه هذا وتعطي حتى القيمه للشعب، هذا الخروج كانوا يديروا لافتات يقولوا بغينا بحال سي بوريطه وبحال سي القجع يكونوا على الصحه وعلى التعليم. هذه الرساله فيها واحد الشيء كيبين الوعي ديال الشعب. علاش؟ لان كتعطي القيمه للناس اللي خدموا، وكتبين بانك كتقدر الناس اللي كيخدموا البلاد، وفي نفس الوقت كتعطي رساله بانك راه عايق باللي كيخدم وعارف اللي ما كيخدمش. حنا فاش كنجيو كنهرسوا الخدمه السي بوريطان والسي القجع وكنقولوا ما نشاركوش، وهو اللي كان كيسهر ربما الليالي مسكين باش يوجد داك الملعب اللي اعداء الوطن كانوا باغيين يفرحوا ما يكملش. حنا كنعسوم وما هزينش الهم، راه ماشي سهله، ربما دار معجزه، لان الاغلبيه كيقول لك هذاك الملعب ما غاديش يوجد، وكانوا فرحانين، ولكن هو تحت الجميع وخدام وخدموا اليد العامله اللي هما ولادنا. يعني راه دوك الولاد راه اسر راه خدموا تما كلاهم هذاك الملعب. والوقت اللي جات المرحله ديال اننا نحصدوا داك الخدمه اللي دارت وداك المجهودات الكبيره يحصدها الشعب المغربي من سيط المرات اللي غتدخل والجمهور والسياحه، حنا جينا نهرسوا هذاك الانسان اللي نجح لمصلحه من. هنا كنبانوا بان حنا بهذا الخروج وكتهرس الناجح، انا كتصيفط رساله للمفسدين كتقول لهم خصنا بحال كنشجعوا حنا المفسدين، لان دوك المفسدين كيقولوا هذاك انت خدمتي وها النتيجه هو الشعب براسك راه ضدك. يعني هذا الشعب ما كيفهمش. هو بالعكس كانت الرساله اننا نخرجوا ونهتفوا باسم القجع ونهتفوا باسم بوريطان، الناس اللي داروا مجهودات. السيد كيخدم في اهم قضيه وطنيه اللي 50 سنه موقفه، القجع اللي دار مجهود كبير، وكتشوفوا بان المغرب ولات عنده قيمه رياضيه على الصعيد العالمي. هذا لا احد ينكر، هذا راه ما كيجيش داكشي عبثا، راه كاينه الخدمه مور داكشي. كنا هاد الناس اقل شكر اننا نهتفوا بسميتهم ونطالبوا باش يكون عندنا قجع اخر وبوريطه على قطاع الصحه وعلى قطاع ديال التعليم. هنا كنعطيو القيمه لهذوك الناس وكنبينوا بان الشعب المغربي ما بقاش كيقبل المفسدين، كيقبل الناجحين وكيعرفوهم. وهنا غادي نزيدوا بالبلاد القدام، لان البلاد ديالنا الا كانت دايره واحد 4 الخطوات في التقدم وحنا بغيناها دير 8 الخطوات، اذا حنا درنا العمل اكثر من دوك المفسدين اللي خلاوها في 4 الخطوات وبيدينا درناهم. انا مع هاد الناس اللي كيطالبوا فعلا الصحه والتعليم واكلين العصا، ولكن انا بالنسبه لي كنخالف الطريقه والتوقيت. زعما صراحه رايي التوقيت ماشي ديال هذا. علاش؟ لان التوقيت انت بحال واحد الانسان اللي كيستعد لشي ضيافه غادي يجيو عنده وهي واحد الصالون وهي هذا، ربما عندك الكوزينه ما صادقاش ولا واحد الطواليت، ولكن انت ما هي الصالون. اذا هاد التوقيت الضياف عندك تستقبلهم بين يوم الوجه مزيان، تصرف البلاد ديالك يجيوك الضيوف هذه، ومن بعد اخويا يفوت غير كاس افريقيا ونفرحوا كما دوزنا ديك الفرحه ديال قطر والمغرب وتعمل فائده للجميع. غادي يخدموا تبارك الله المطاعم، غادي يخدموا سميتو الاوتيلات، غادي يخدموا راه تبارك الله قطاعات كثيره، النقل غيتحسن عندنا، البنيه التحتيه، طاكسيات. راه خويا بلادنا شوف راه بحال شي دار، الا عندك صالون زوين شكر اللي يخدم الصالون، عندك البيت زوين شكر اللي عندك واحد الجهه واحد البيت عيان ندابزو مع حدا نصلحوه، ماشي نمشيو نخربوا الصالون ونخربوا ونعاودوا من جديد. هذا هو المشكل فين كاين، نركزوا على داك اللي ما خدمش داك البيت. عميقه القضيه والله. كنشوف كيخربوا الصالون كيشغلوا الكوزينه، هي اللي قلتها سي نبيل قبيلانيت، قالها بطريقه كيخربوا الصالون باش يصلحوا الكوزينه. الكوزينه عندنا فيها مشاكل نصلحوها، نخربوا الصالون حنا نخربوا البلاد. حنا خصنا نشكروا داك اللي خدم الصالون، داك الخياط الفنان ودار لنا الخوامي زوينين نشكروه.
باش نزرعوا نفس داك اللي ما خدمش الكوزينه مزيان، ونجيبوا شي واحد اللي يعاود لنا الكوزينه مزيان. هذا هو الفكره اللي بغيت نوصل انا. راه الصالون راه حارق شي ناس، راه هما داكشي علاش نايضين تيغوتوا على الصالون. وهذوك الناس فيلم اخر. ما نساوش بان داروا حلقات كثيره على كانوا كيتمناو بان ما يكملش الملاك.